السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلبة سنة أولى إعدادي، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض شرح ليسن 1 و 2 في يونت 1 في الترم الثاني اللي هي يونت 7 طبعا في إجمالي المنهج بتاعنا، وهناخد النهاردة بارت 2. طبعا عنوان الوحدة بتاعتنا كانت How was your weekend؟ الويك اند بتاعتك كانت عاملة إزاي؟ تعالوا كده اما نشوف الجزء اللي معانا. طبعا احنا خدنا في الجزء الأول، الناس اللي اتفرجت عليه أتمنى تكونوا استفدتم منه ويكون عجبكم. خدنا في الجزء الاول طبعا الفوكاب، وخدنا الريدنج والليسننج، شفنا تدريبات كمان عليهم. والنهارده ان شاء الله هنكمل الجزء الثاني اللي هو على السبيكنج والرايتنج، وكمان هنشوف جزء صغير على الجرامر. هنا بيقول لنا سبيكنج، الجزء الخاص بمهارة التحدث، ازاي ان احنا نوجه اسئلة واجابات على عطلة نهاية الاسبوع. طب يا مستر الكلام ده هينفعنا في ايه؟ الكلام ده هينفعنا في سؤال المحادثة، الكلام ده هينفعنا جدا في سؤال المحادثة. When did you go to the fun fair؟ ده لما احب اسال متى ذهبت الى. when did you go to، متى ذهبت الى اي مكان بقى، عشان احنا عايزين ما نثبتش دماغنا على حاجه معينه. لا، انا هنا عندي متى ذهبت الى دي ثابته. when did you go to لو رحنا مكان في الماضي when did you go to، وبعد كده المكان ايه اللي انا عايز اسال عنه. هنا مثلا to the fun fair، ممكن نقول مثلا to the museum مثلا، وهكذا اي مكان to the stadium وهكذا. where did you go last Sunday morning؟ اين ذهبت صباح يوم الحد الماضي؟ طيب هل برضو لازم ان يعني تجيلنا بالشكل ده؟ لا، احنا عندنا طبعا الاساس where did you go، انت امتى ذهبت. last Sunday morning ممكن بقى تبقى last Monday last Friday وهكذا اي يوم. المهم ان ايه، ان هو يوم سابق، لان احنا هنا مستخدمين did. اين ذهبت في اليوم الفلاني. طبعا ممكن اغير morning يبقى afternoon، تبقى evening وهكذا. where did you have your dinner last Monday؟ هنا بسأل اين تناولت العشاء يوم الاثنين الماضي، انت اتعشيت فين. فدول 3 اسئلة زي ما انتم شايفين، وان احنا نقدر نجيب منهم اسئلة تانية كتير. بعد كده نشوف الاجابات بتاعتهم. هنا الرد بتاع امتى رحنا الملاهي I went، طبعا انا بسأل في الماضي فهجاوب في الماضي. I went to the fun fair last Saturday at 8 o'clock. أنا رحت للملاهي يوم السبت اللي فات الساعة 8. تمام؟ هنا الإجابة بتاعت أين ذهبت صباح يوم الحد. طبعا خلي بالك طالما هنا when، أنا لازم أقول طبعا وقت معين، مش هينفع أقول كده مكان وخلاص يعني. لما هو عارف إن أنا رحت الفان فير، هو بيسأل إمتى رحت الفان فير، فلازم أنا أقول وقت، زي مثلا last Saturday at 8 o'clock. طيب هنا بيقول لي where did you go last Sunday morning؟ I went to the planetarium. انا رحت لايه، للمرصد الفلكي او القبة السماوية، المكان اللي بنشوف من خلاله النجوم والكواكب وهكذا. طيب كلت العشاء فين يوم الاثنين؟ I had my dinner at a restaurant last Monday. انا كلت العشاء بتاعي في مطعم الاثنين اللي فات. بعد كده نشوف الجزء الخاص بقى بالكتابة writing. a visit you never forget، هنتكلم طبعا عن زيارة او رحلة عمري ما اقدر انساها. فهو هنا جايب لي 5 جمل اقدر ان انا استخدمهم لو بكتب ايميل او بكتب باراجراف. زي مثلا last weekend I went bowling، يوم الاسبوع اللي فات last weekend اجازة الاسبوع اللي فات يعني، انا لعبت بولينج. I rode on the big wheel، مثلا انا ركبت العجلة الدوارة في الملاهي. I saw an exhibition about dolphins، انا شفت عرض عن الدولفين. I had dinner in a restaurant، انا تناولت العشاء في مطعم. كل طبعا ده في الماضي عشان هي زيارة حدثت في الماضي. I went shopping to buy a new school uniform، انا ذهبت للتسوق لان عندنا shopping بيجي معاها go shopping، ولو هنتكلم في الماضي يبقى go بتتصرف went، يبقى I went shopping to buy a new school uniform، ذهبت للتسوق لشراء زي مدرسي جديد. ده موضوع. عندنا موضوع تاني which places do you like or dislike going to؟ الموضوع كله بيتكلم على زيارات انت قمت بيها في الاجازة مثلا، او اماكن رحتها جديدة وهكذا. I really like going to the planetarium، انا حبيت ان انا اروح المرصد الفلكي او القبة السماوية. It's a very interesting place where you can learn about stars and planets، زي ما قلنا بنتعلم فيه عن عن الكواكب والنجوم.
I last went there 4 days ago. آخر مرة رحت كانت إيه؟ من 4 أيام فاتوا. I dislike going to the stadium. أنا ما حبيتش الذهاب إلى الاستاد. It's always noisy and busy. دايما بيكون طبعا دوشة ومزدحم. ناس بتحب كده طبعا وناس ما بتحبش كده. تعالوا اما نكمل. دلوقتي معايا زي ما انتم شايفين ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3. الاول الفوكاب السبيكينج الرايتنج. فهنا بيقول لي عايزين نختبر بقى هل احنا ذاكرنا الفيديو الاول كويس ولا لا. فبيقول لي where did you spend your weekend؟ انت قضيت الويك اند بتاعتك فين؟ فعايز اقول له انزا القبه السماويه. ايه القبه السماويه ديت؟ لسه قايلينها في الصفحه اللي فاتت. هستنى بقى اجابتكم في التعليقات. نقط did you see there. عايز اقول ماذا. ماذا دي اللي هي ايه؟ ها طبعا دي سهله جدا، دي في ابتدائي، دي سؤال ابتدائي. I saw some وبعد كده كواكب لسه برضو قايلينها في الصفحه اللي فاتت. استنى اجاباتكم بقى في الحاجات ديت كلها، النقط اللي عندنا دي في التعليقات. where did you go؟ انت رحت فين؟ I went to the الملاهي، برضو لسه قايلينها في الصفحه اللي فاتت، وكل الكلمات دي خدناها في الفيديو الاول. what did you do there؟ انت عملت ايه هناك؟ يعني ماذا فعلت هناك؟ طبعا حد ممكن ايه يطلع كده اجابه من اللي احنا ايه سالنا فيهم دلوقتي. I rode on the انا ركبت العجله الدواره اللي لسه برضو قايلينها من شويه. طيب بعد كده جايب لي هنا محادثه ما بين احمد and علاء are talking about the weekend. بيتكلموا على موضوع طبعا الوحده بتاعتنا اللي هو الويك اند. how are you علاء؟ عامل ايه يا علاء؟ فطبعا علاء هيرد يقول له مثلا انا كويس. هنشوف بقى هنرد نقول احنا كويسين ازاي. فبعد كده احمد ساله سؤال، الاجابه بتاعته كانت I went to the planetarium yesterday. يبقى هو سأله ايه؟ ها شايفين الصفحه اللي فاتت؟ ها اهي احنا لسه جايبين السؤال اهو، بس غير لنا المكان بس. وبعد كده سأله سؤال تاني، قال له I went with my friends. ده انا رحت مع اصحابي. يبقى هو سأله ايه؟ يا ترى انت رحت مع مين؟ how did you go؟ طب انت رحت ازاي؟ how اللي هي كيف، رحت ازاي؟ مثلا by bus ولا رحت مثلا on foot ولا رحت ازاي؟ did you enjoy there؟ هل استمتعت هناك؟ طبعا لما بنسأل بديد بنجاوب يا اما بيس I did يا اما no I didn't. وده جه في امتحان بنها القليوبية 2023، يعني لسه جاي في الامتحان السنة اللي فاتت. فبرضه محادثة زي دي مهمة رغم ان هي سهلة جدا جدا جدا. دينا and سلمى are talking about fun fair. بيتكلموا على الملاهي. هاي سلمى how are you؟ عاملة ايه؟ قلت لها هاي دينا، وطبعا هتقول لها ايه؟ ان هي كويسة، نفس الإجابة دي. بعد كده سألت لها سؤال، قالت لها I went to the fun fair. يبقى هنا ما اتكلمتش بقى عن الوقت، ما اتكلمتش عن انت رحتي امتى، لا اتكلمت انت رحتي فين. يبقى هنا مش هنسأل بوين مثلا، هنسأل بحاجة تانية، ده استفهام تانية. بعد كده قالت لها سؤال، قامت ردة I rode on the big wheel. انا ركبت ايه؟ العجلة الدوارة. يبقى مثلا انت عملتي ايه هناك؟ did you enjoy yourself there؟ هل استمتعتي هناك؟ لما بنسأل بديد لسه قايلين اهو. what time did you go home؟ هنا انا بسأل على وقت بقى، فلازم انا اقول ميعاد محدد. بعد كده عندنا 2 باراجراف على your last weekend، وده مهم جدا جدا جدا، و a visit to fun fair. فعلا الاتنين دول مهمين، وهو جايب لك حتى كل واحدة قصاد المحادثة بتاعتها. تعالوا بعد كده نشوف الجزء الخاص بالجرامر، هو تذكرة سريعة كده على زمن الماضي البسيط اللي احنا درسناه اكتر من مرة. فهنشوف هنا بيقول لنا ان الماضي البسيط بيتكون من ايه؟ بيتكون من الفاعل والتصريف التاني للفعل. التصريف التاني للفعل ده ممكن يكون افعال منتظمة اللي هي regular، وممكن يكون افعال غير منتظمة اللي هي irregular. تمام؟ طيب يعني ايه فعل منتظم؟ يعني هو فعل عشان احوله للتصريف التاني بزود عليه يا اما دي يا اما اي دي يا اما اي اي دي. تمام؟ يتم اضافة الحاجات ديت للفعل المنتظم في زمن الماضي البسيط. طيب ايه الافعال الغير منتظمه؟ دي الافعال اللي انا قلت لكم في الفيديو الاولاني اللي احنا لازم نحفظها اول باول بعد كل فوكاب، بعد كل كلمات. زي مثلا كات، هنا مش هحط لها بقى اي دي، لا هي في الماضي كات برضو. ايت بقت ايت زي ما انتم شايفين. بوت لسه بوت. درينك بقت درانك. تمام؟ فدي حاجات شاذه بتتحفظ زي ما هي.
خلي بالك ان verb to be في زمن الماضي بيجي بقى كالتالي: لو كان I او he او she او it بتبقى was او wasn't، اما لو we they you بتبقى were او weren't. تمام؟ زي عندنا المثال ده: مريم was frightened of the cave. طبعا عشان مريم مؤنث وهي مفرد فهنقول ايه؟ verb to be بتاعها هيبقى was. اما لو there مثلا ده طبعا جمع: there weren't any cars on the beach. مكانش فيه ولا عربية على ايه؟ على الشط. بعد كده بيقول لنا ان احنا في النفي بنستخدم didn't. في النفي بنستخدم didn't، بس خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان didn't بتجيب وراها المصدر. didn't بتجيب وراها المصدر. يبقى انا كان عندي الفعل في الجملة الخبرية، كان عندي الفعل ايه؟ زي ما انتم شايفين في التصريف التاني. اما في الجملة المنفية الفعل هيبقى في المصدر. رنا didn't study her lessons yesterday. رنا ما ذاكرتش الدروس بتاعتها امبارح. تعالوا اما نكمل. لو هنسأل عندنا نوعين من السؤال: سؤال بهل اللي هو اجابته بتبقى يا يا لا، وسؤال بكلمة استفهام. فلو هنسأل بهل اللي هو عايزين نجاوب يا اما يا اما لا، هنسأل بدid. وطالما في did في الجملة يبقى عندنا الفعل اللي وراها في المصدر. تمام؟ بدل ما كان عندي الترتيب في الجملة الفاعل وبعد كده مثلا didn't وبعد كده الفعل في المصدر، هجيب did والفعل اشقلبهم بس مع بعض. يعني بقت did الاول وبعد كده الفاعل، يبقى did وبعد كده السبجكت وبعد كده الفعل في المصدر. زي مثلا did you clean the car yesterday؟ هل انت نظفت العربية؟ شفت انا قلت ايه؟ هل انت نظفت العربية امبارح؟ يا اما هقول ايوه انا نظفتها yes I did، يا اما هقول لا ما نظفتهاش no I didn't. تمام؟ طيب اما السؤال بكلمة استفهام فبنستخدم كلمات الاستفهام بقى قبل did وبعد كده الفاعل وبعد كده المصدر. يبقى عندنا التركيبة دي ثابتة: did والسبجكت والمصدر ثابتين. لو لوحدهم يبقى السؤال بقى هل، اما لو سؤال بكلمة استفهام هجيب بس كلمة الاستفهام قبلهم. زي what did you study؟ انت ذاكرت ايه؟ او where did she go؟ هي راحت فين؟ خلي بالك ان study جت في ايه؟ في المصدر، وجو جت في المصدر. الكلمات اللي بتدل بقى على الزمن ده زي in the past في الماضي، مدة محددة مثلا ومعاها ago منذ، yesterday امس، in وسنة في الماضي زي مثلا in 2000 سنة 2000، from كذا to كذا سنتين في الماضي، when I was young أو when I was yet little عندما كنت صغيرا. last ومع أي حاجة بقى: last year last month last week last Tuesday last Friday last weekend وهكذا. كل ده برضو في الايه؟ في الماضي. زي مثلا دكتور مجدي stopped most of his work as a surgeon a long time ago. a long time ago اهو مدة محددة زي ده جو مثلا. يبقى هو ايه؟ هو توقف عن دكتور مجدي توقف عن ان هو يكون جراح من مدة ايه؟ طويلة. بعد كده عندنا اسئلة. السؤال الاول بيقول لنا نقط: you go to the park yes I did. طالما لقيت الاجابة ايه؟ yes I did يبقى انا مستخدم في السؤال did، وهنا ما عنديش did يبقى الاجابة did. yesterday our family نقط to our new house in Alexandria. عندي yesterday بتدل على الماضي يبقى انا هستخدم ادي الفاعل، بعد كده بدور على الفعل في التصريف التاني اللي هو moved. how did you نقط when you started a new school. طالما عندي did يبقى بجيب وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات. يبقى في السؤال الاخير خالد went to the park 10 minutes. طالما استخدمت هنا went يبقى انا بتكلم في الماضي، يبقى 10 minutes ago من 10 دقايق فاتوا. تعالوا اما نكمل. we نقط lunch together in the school canteen this morning. يبقى احنا ايه؟ احنا تناولنا الاكل في الكانتين هذا الصباح. يبقى بتكلم برضو في الماضي يبقى had. يبقى had الماضي من have او من has هو had. what نقط you do last Saturday. احنا قلنا الترتيب طبعا last ودي مدة زمنية، يبقى احنا بنتكلم في الماضي، الماضي البسيط. قلنا ترتيبة السؤال بتكون عاملة ازاي؟ بتكون أداة استفهام وبعد كده did وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل في المصدر. ايه اللي ناقص؟ did. شايفين؟ انا مجرد ان انا عارف الترتيب بس هعرف اجاوب الايه؟ السؤال ده.
السؤال اللي هو جاي ايه السنة اللي فاتت في الشرقية، يعني سؤال امتحانات، سؤال مهم ورغم كده سهل جدا. اياد نقط his uncle 3 days ago بتكلم على ago يبقى في الماضي، يبقى هستخدم ايه؟ ادي عندي الفعل، يبقى ناقص الفعل في التصريف التاني اللي هو visited. who did you نقط last night، طبعا did بيجي وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات وانا مغمض. طالما عندي كلهم نفس الفعل يبقى خلاص وانا مغمض هدور على الفعل في المصدر واختاره. اما لو كلهم في المصدر هبدا ابص للمعنى بقى، انهي تنفع وانهي ما تنفعش. I know my uncle and cousins in Cairo 3 weeks ago، برضو عندي ago يبقى visited. Today is Sunday، النهارده الحد. So it نقط Saturday yesterday، عايز اقول ده كان امبارح يوم السبت. يبقى فعل verb to be في الماضي اللي هو was. We نقط visit the museum last week، عايز انفي بقى. طب بنفي بايه يا مستر؟ الجملة الخبرية لما بنحب ننفيها بننفيها بايه في الماضي البسيط؟ بننفيها بديدنت، ننفيها بديدنت. طب امتى بستخدم wasn't؟ لو هو ده الفعل اصلا، لو الفعل verb to be. طبعا عندي هنا الفعل visit، عندي هنا الفعل visit فلازم انا استخدم قبله didn't. نيجي لرقم 12 وسؤال جميل جدا ومرتبط بالسؤال اللي فات ده. احنا قلنا هنا ان امتى ننفي verb to be؟ لو هو ده الفعل الرئيسي اصلا. طب هنا بقى نبص كده زي نقط happy at the cafe because it was noisy، هل هنا في فعل؟ هل هنا في فعل بعد النقط؟ مفيش، ده happy دي ايه؟ صفة. يبقى انا الفعل الاساسي عندي هنا verb to be. طب زي بيجي معاها was ولا where؟ زي بيجي معاها where، يبقى في النفي weren't. شايفين؟ هما جاب لي السؤالين ورا بعض عشان يثبت لنا ايه الجزئية دي. بعد كده عايزين نكمل بقى الجمل. what did you نقط last weekend، طالما عندي did يبقى بجيب بعد كده الفعل في المصدر، الفعل في المصدر من did هو do. when were you last English lesson، طبعا انا هنا عندي your last English lesson دي مفرد فمش هستخدم where، هستخدم was. I sit next to a boy called Sammy and he was friendly، عايز استخدم طبعا دي في الماضي تبقى sat، دي من الحاجات اللي هنحفظها. I didn't went، طبعا didn't بيجي وراها الفعل في المصدر بدون اي اضافات من غير ما اكمل الجمله اصلا يبقى go. This morning mom and I، this morning هذا الصباح يبقى بتدل برضو على ايه؟ على الماضي. انا وماما رحنا فين؟ رحنا التسوق. طبعا جو شوبينج لا، هنجيب بدل جو هتبقى went، التصريف التاني من جو. It's Wednesday today، النهارده يوم الاربع. So it was Tuesday، يا ترى today؟ لا طبعا yesterday. النهارده الاربع يبقى امبارح كان التلات. ايمن was lazy he was very active، ده هو ايه؟ ده انا عايز هنا انفي بقى اقول ان هو مش lazy، ايمن ده مش كسول، فاقول wasn't lazy. طب ليه يا مستر مش didn't؟ لان اللي جاي بعد النقط، اللي جاي بعد النقط صفة مش فعل. طالما صفة يبقى الفعل الاساسي عندي هو ايه؟ هو verb to be. خلي بالك من الجزئية دي برضو مهمة. There aren't any cars in ancient Egypt، طبعا هنا جايب لي aren't في المضارع واحنا بنتكلم على مصر القديمة يبقى weren't مش aren't. How long did it، طبعا did يبقى وانت مغمض الفعل في المصدر. شفت انا قلت السؤال ده كم مرة؟ كتير جدا وبيتكرر كتير جدا رغم كده وسهل جدا برضو. I went to Alexandria، وانت يبقى بتكلم في الماضي 3 years، طبعا ايه؟ ago. 3 years مدة زمنية وبعدين ago. What places، يا ترى do you visit last weekend؟ انا بتكلم على last weekend يعني الاسبوع اللي فات، يبقى مش do يبقى did. last week last week بتكلم على الماضي. an expression about elephants يبقى I saw، برضو verb see في الماضي. يبقى دي الإجابة بتاعتنا لآخر سؤال، ونشوف بعد كده الجنرال اكسرسايز على lesson 1 و 2. تعالوا اما نستمع للنص ده وهنتدرب بقى خلال الجنرال اكسرسايز ده ازاي نجاوب على اي امتحان وعلى اي سؤال هيقابلنا في الامتحان. ركز معايا واحدة واحدة عشان ده اول جنرال اكسرسايز، فده هناخد فيه وقت شوية لان اللي بعد كده مش هناخد فيهم نفس الوقت، اللي بعد كده هنبقى بنمشي فيهم اسرع لان كل المعلومات هنقولها النهاردة ان شاء الله. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان احنا نستمع النص وبعد كده ايه؟ نجاوب. لا احنا هنعمل العكس بقى، احنا الاول هنشوف الاسئلة وبعد كده نسمع النص.
فنقرا السؤال عشان نعرف ندور ايه في النص لما نسمعه. Dad likes نقط. يا ترى بيحب والدي بيحب ايه؟ الرياضة ولا السلطة ولا الطبخ ولا الصيد؟ Dad is good at. والدي جيد فيه. يا ترى swimming العوم ولا فوتبول كرة القدم ولا التنس ولا باسكت بول؟ Mom makes نقط salads. الأم بتعمل السلطة عاملة ازاي؟ يا ترى سبايسي ولا هوت ولا ديليشس ولا سويت؟ My نقط likes making things. يا ترى مين من عيلتي بيحب يصنع أشياء؟ داد ولا مام ولا سيستر ولا براذر؟ تعالوا نسمع النص ونشوف يا ترى هل ان احنا قرينا الأسئلة ده هيساعدنا ولا الموضوع ملوش لازمة. النص معايا بيقول Dad likes sports. يبقى الوالد بيحب ايه؟ بيحب الرياضة. يبقى انا عارف انا بدور على ايه. من اول جملة قريتها انا عارف ان دي كان عليها سؤال. He is very good at swimming. هو جيد جدا في السباحة. هو سألني فعلا هو جيد جدا في ايه. Mom loves cooking. الام بتحب الايه؟ بتحب الطبخ. تمام، بس احنا ما عندناش سؤال على الجزئية دي. She makes delicious salads. هي بتعمل سلطة ايه؟ سلطة لذيذة. My sister likes making things. يبقى اختي هي اللي بتحب تصنع الاشياء. يبقى مجرد ما احنا قرينا الاسئله فاحنا عارفين احنا ايه بندور على ايه. سما is telling Alice about her last weekend. نفس الفكره بتاعت المحادثه اللي احنا لسه قارينها من شويه. What did you do last weekend؟ انت عملتي ايه الاسبوع اللي فات؟ فجاوبت اجابه كان الرد بتاع أليس. بس احنا اتفقنا الاول بقى بما اننا في سؤال جديد اللي هو سؤال المحادثه نتعرف الاول ازاي بنحله. اولا سؤال المحادثه اهم حاجه ان انت تقرا العنوان كويس جدا. سما is telling Alice about her last weekend. كده انا عرفت ان الاثنين اللي بيتكلموا سما واليس الاثنين بنات مثلا، وان هما بيتكلموا في زمن الماضي لان احنا بنتكلم على ايه؟ على last weekend. يبقى انا حددت كمان الزمن، وان هما بيتكلموا على ايه؟ على موضوع الاجازه الاسبوعيه. فهنا بتقول لها بعد كده نقرا كل الكلام اللي عندي من غير الفراغات. What did you do last weekend؟ انت عملتي ايه الاسبوع اللي فات؟ فدي جاوبت اجابه كان الرد بتاعها the fun fair الملاهي. معنى كده ان هي جاوبت لها في الاجابه ايه؟ ان هي راحت الملاهي. Which ride did you love most؟ ايه اكتر لعبه عجبتك؟ فدي جاوبت اجابه كان السؤال عليها. دي جاوبت اجابه وبعد كده الثانيه سالت سؤال. كان الاجابه بتاعته the big whale ticket was 20 pounds. كانت ايه؟ كانت 20 جنيه. معنى كده ان هي اللعبة اللي ركبتها هي لعبة ايه؟ الموضوع شوفوا سهل جدا لان انا قريت هنا فسياق الكلام وصلني للاجابة رقم 2. That's fantastic. ده شيء رائع. بعد كده سألت سؤال كانت الاجابة بتاعته my favorite snack is popcorn. يبقى هي سألتها ايه هو السناك المفضل بتاعك؟ popcorn is my favorite too. Did you have a nice time there؟ لما بنلاقي سؤال بديد يا اما بنجاوب yes I did يا اما no I didn't. طبعا الاجابه هنا ايه؟ انا استمتعت بالوقت هناك يبقى yes I did. ده جاي في امتحان العمرانيه في الجيزه السنه اللي فاتت. فيعني شايفين السهوله دي كلها وجي في امتحان عادي جدا. تعالوا ما نجاوب بقى. What did you do last weekend؟ انت عملتي ايه الويكند اللي فاتت؟ I went to the fun fair. ليه بقى؟ عشان هي تقول لها ايه ده الفان فير؟ يا نهار ابيض. طب which ride بقى did you love most؟ ايه هي اكتر لعبه عجبتك؟ فتقوم هي قايله لها I loved the big whale most. طب ليه اشمعنى قلنا كده؟ عشان هي جايه بعد كده في الاجابه اللي وراه. طبعا أليس هتسالها عن سعرها. How much was the big whale ticket؟ كام سعرها؟ سعرها كان كام التيكت بتاعتها؟ فقالت لها the big whale ticket was 20 pounds. طبعا ازاي ان انا اعرف اكون السؤال؟ قلت لكم في الفيديو اللي فات في فيديو موجود على القناه تقدروا تسيبوا لي بس في التعليقات اللي عنده مشكله في تكوين السؤال هحط له لينك الفيديو في التعليقات. هيتفرج على الفيديو ان شاء الله يقدر يكون سؤال بطريقه سهله جدا. That's fantastic. وبعد كده what is your favorite snack؟ ايه هو السناك المفضل ليك؟ قلت لها my favorite snack is كذا كذا. اخر حاجه طبعا yes I did. تعالوا بقى نكمل. There are very old نقط as the Egyptian museum. اللي موجود ايه الحاجات القديمه اللي موجوده في المتحف المصري؟ طبعا statues. وبرضو عشان نحل يعني افضل طريقه طبعا بس احنا مش هنعمل كده عشان الموضوع هياخد وقت شويه. افضل طريقه وانت بتحل في الامتحان الاختيارات ان انت تترجم الموضوع كله. يعني there are very old نقط at the Egyptian museum. في
حاجات مثلا او في شيء قديم جدا في المتحف المصري، يا ترى هو كبريت ولا ماتشات مثلا ماتشز ماتشات قديمه مثلا، ولا دولفينز، ولا يعني دولفين قديم، ولا ستاتيوس تماثيل قديمه، ولا ولا سنترز مراكز قديمه؟ طبعا الاجابه هتبقى سهله جدا ان هي تماثيل قديمه، اللي هي الوحيده اللي ليها علاقه بايه بالمتحف المصري. she not shopping with her mother every week. طالما every week يبقى انا هنا ما اتكلمتش في الماضي، انا بتكلم في المضارع، وقلت لكم ان shopping بيجي معاها جو بالتصريفات بتاعتها، عشان انا عندي هنا she فجو متصرفه مع she goes. I hope students are not in my new school. طبعا friendly نفسي يكونوا ودودين، لان كل الصفات التانية وحشة، صفات مش كويسة. I like playing on the big. طبعا ويل لسه شايفينها من شوية. تعالوا نكمل. What did you not for lunch yesterday. What did طبعا did بيجي وراها ايه؟ طبعا حد هيقول لي ده ماضي اهو yesterday، اما اجي اختار التصريف التاني من الفعل غلط طبعا، لان احنا في السؤال وفي did يبقى هنختار الفعل في المصدر بدون اي اضافات. نقط is a place where you can learn about stars and planets. طبعا ده التعريف بتاع planetarium. A year ago my father نقط me with him to visit our farm. طبعا took me. طب ليه took يا مستر؟ عشان احنا بنتكلم ايه a year ago، فترة زمنية في الماضي، فبناخد التصريف التاني من الفعل. we not in the swimming pool last month. طبعا بتكلم على الشهر اللي فات، يبقى بتكلم على الفيرب swim في الماضي في التصريف التاني اللي هو swam. adults usually not good decisions. طبعا هنا بتكلم على ايه؟ على يا ترى الحاجة دي هتاخد do ولا make ولا spend. يعني هنا مش بتكلم على زمن، هنا بتكلم على التعريفات مثلا او الحاجات اللي بتيجي مع بعض. ايه الحاجات اللي بتيجي مع بعض؟ طبعا good decisions بتيجي معاها make، وبرضو خدناها في الفيديو اللي فات. we buy candies and chips from the school. طبعا كانتين سهلة جدا. نقط you happy at the fun fair yesterday. طبعا هنا مش are، هتبقى were you happy at the fun fair yesterday. هل كنت مبسوط في الملاهي امبارح؟ طب ليه مش did؟ عشان انا عندي هنا بعد الفاعل صفة مش فعل، يبقى اسأل بverb to be. verb to be في الماضي يا اما was يا اما were حسب الفعل اللي وراه. I a wonderful time at the zoo this morning. يبقى I had الماضي من have. What year it 4 years ago. طبعا ago اهي دليل على زمن، على الماضي البسيط، يبقى what year was. We climbed the mountain next month. طبعا هنا climbed ايه؟ يعني متصرفة ايه في التصريف التاني في الماضي، يبقى هرجع لورا الشهر اللي فات مش الشهر الجاي، يبقى last month. بعد كده هنا بيقول لي ان احنا نكتب ايميل من 80 كلمة to your friend وائل to tell him about your last weekend. هو ده الموضوع اللي خاص بالوحدة دي كلها last weekend. your name is ياسر، بيقول لك طبعا اسمك ياسر، and your email address is كذا كذا، your friend's email address is كذا كذا. بعمل ايه؟ طبعا اول حاجة بكتب from الشخص اللي بيبعت اللي هو مين؟ اللي هو انا. اللي هو مين بقى الميل بتاعي؟ الميل بتاعي اهو yasir.sam@yahoo.com اهو. بعد كده تو اللي هو الشخص اللي انا ببعت له، مش هقوم قايل وائل بقى، لا بكتب الميل بتاعه. بعد كده السبجكت الموضوع طبعا هو ايه؟ my last weekend. هو عن ايه؟ عن الاجازه الاسبوعيه بتاعتي اللي فاتت. وبعد كده نبدا نكتب الموضوع. بنبدا نكتب الموضوع ازاي؟ الاول بتكلم بقول دير وائل صديقي مثلا او عزيزي وائل، how are you doing؟ انت عامل ايه؟ طبعا مش هدخل في الموضوع على طول، لازم اطمن عليه الاول. بعد كده اقول له بقى انا بتكلم عن ايه. I write you to tell you about my last weekend. انا بكتب لك عشان اقول لك عن الاجازه الاسبوعيه بتاعتي اللي فاتت انا عملت فيها ايه. ده الموضوع اللي عندي. تمام؟ يبقى انا لحد دلوقتي ما جبتش حاجه من معايا، دي جمله ثابته انا حافظها، وبعد كده جبت الجمله اللي هي ايه؟ اللي هي الموضوع بيتكلم عنها. My weekend was fantastic. شكرت شويه في الويك اند بتاعتي ان هي كانت رائعه. I went to Ahmed's house on Sunday and we played football in the park. عارفين الجملة دي جاية منين؟ جاية من نص الريدنج اللي احنا قريناه مع بعض في الفيديو اللي فات. It was a lot of fun. كان الموضوع ممتع جدا برضو من نفس النص.
We had lunch together. احنا كمان ايه اتغدينا سوا. It was delicious. هتكلم بقى على اللانش ان هو كان ايه كان جميل. In the afternoon بعد الظهر we went to the sports center. رحنا ايه رحنا السنتر الرياضي. We played tennis there. لعبنا هناك تنس. There was a really big swimming pool. وكان في هناك ايه swimming pool كبير. كل الجمل دي يا شباب كل الجمل دي بتجيبها من نص الريدنج اللي عندك. انت بيبقى عندك حوالي 4 أو 5 نصوص ريدنج في كل درس. لو جبنا بس من كل يعني من كل حاجة منهم جملة نقدر نكتب موضوع زي دوت واحسن كمان من ده. تمام. بعد كده وسوام انت. خلي بالك بس من الزمن ان انت دايما بتتكلم في زمن الماضي. هنا ووز مثلا سوام وهكذا لان بتتكلم على ايه على لاست ويك اند. خلي بالك من الحتة دي كويس جدا عشان دي اللي بتلخبط ناس كتير. We had a nice time at the sports center in the evening. We went shopping. I bought a t-shirt and shoes for my younger sister. Ahmed is a nice friend. I enjoyed my time with him. Tell me about your weekend. دي الخاتمة طبعا ان انا بقول له ايه زي ما انا اخبرتك كده على الويك اند بتاعتي اخبرني انت كمان على الويك اند بتاعتك. وبعد كده بختم بيورز وياسر. وهنا كان ناقص فاصلة بس ايه زودتها لكم بعد ايه بعد ويل. بكده بنكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده وخلصنا مع بعض ليسن 1 و 2. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو تكونوا استفدتم من الفيديو اللي فات كمان. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتساعدونا في انتشار الفيديوهات علشان ده يكون تشجيع لينا وعشان نوصل لعدد اكبر من زمايلكم. في ناس كتير بتكون محتاجه الشرح وما عندهاش مقدره ان هي مثلا تاخد دروس او مش عايزه تضيع وقتها في الدروس فتقدر ان هي تتفرج ان شاء الله ونكون معاكم على مدار الترم باذن الله. كان معاكم مستر شوكت مسعد. اشوفكم على خير الحلقه الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.